سلام للجميع. يا رب جميعا تكونوا بخير. جاي النهاردة أتكلم عن شعوركم الداخلي، عن شعور الوحدة اللي حاسين بيها، عن شعور الوجع اللي جواكم، عن الضغوط النفسية اللي بتحاولوا تهربوا منها، عن إحساسكم طول الوقت إن انتوا بتجروا في ساقية مش قادرين ترتاحوا شوية. النهاردة جاية أقول لكم من حتة بعيدة شوية إنكم لو ما دخلتوش تدوروا عن إيه السبب الحقيقي للوجع اللي جواكم هتفضلوا طول عمركم بتلفوا في الساقية دي مش قادرين ترتاحوا، أو يجيلكم شعور الإحساس إن أنا أكون كويس أو إن أنا أكون أفضل نسخة مني. النهاردة جاية أقول إن الشعور ده والإحساس ده اللي بتمر بيه عمره ما هيتصلح كده لوحده، عمر ما هيحصل حاجة كده من لا شيء تشبع لكم الشعور ده أو تحسن لكم الشعور ده. جاية النهاردة أقول إن علشان تحس براحة نفسية، علشان تخرجي من الضغوط النفسية اللي انت فيها، علشان تكون النهاردة قادر ان انت تتحكم في احساسك الداخلي ده، لازم تواجهه. لازم تشوف ليه انا بحس بده، ليه انا بحس بالشعور ده، ليه انا طول الوقت حاسس اني لوحدي، ليه طول الوقت حاسس اني مضغوط نفسيا، ليه طول الوقت حاسس اني بجري في ساقية ومش قادر ان انا ارتاح ولو شوية صغيرين. الاحساس والوصول ليه عن طريقك انت بس، عن طريقك انت بس، انك تكونوا صريحين مع نفسكم. انا ليه بيحصل لي ده؟ ايه المشكلة؟ ليه بهرب؟ ليه بخاف اواجه؟ هفضل لامتى كده؟ طب مش حان الوقت ان انا اواجه نفسي؟ مش حان الوقت ان انا اشوف نفسي شوية؟ مش حان الوقت ان انا اسيبني من كل الالتزامات اللي حواليا، على الاقل افكر ولو مرة واحدة في نفسي؟ ليه بحس الاحاسيس دي؟ ليه بحس الشعور ده؟ ليه بخاف اواجه؟ ليه بحس بالخوف اصلا؟ اليوم اللي تسألوا نفسكم ليه انا بيحصل لي كده، ليه انا بحس بكده، بتفتحوا طريق يمكن يوصل لكم الحل. اكون حاضرة مع السؤال، اكون حاضرة مع شعوري. ليه انا بوصل للمتاهة اللي انا فيها دي؟ ليه بحس الاحساس ده؟ حطوا ليه، وحطوا اي شعور داخلي جواكم. حاولوا تشوفوا ليه بتحسوا بده وليه بتشعروا بالاحاسيس دي. مين السبب؟ مين اللي مخليني اوصل للي انا فيه؟ وكلمة مين هنا النهاردة مش علشان ارمي الشعور ده على حد او القي دور الضحية اللي جوايا على اللي حواليا. يمكن تخرج من كل ده ان انت السبب في اللي انت فيه، وانت السبب هنا مش ان انا بلوم نفسي او بجلد نفسي. انت السبب هنا ان اقدر افتح طريق يوصلني لافضل نسخة مني، افتح احساس داخلي انا بحاول اهرب منه طول الوقت، شعور موجع بحاول برضو اهرب منه طول الوقت. في الفترة اللي هتقول ليه انا بيحصل لي كده وتركز شوية مع نفسك وتركزي شوية مع نفسك، هتلاقوا اجابة، هتلاقوا اجابة اللي انتوا فيه. هتشوفي ليه بيحصل لك كده، ليه بيحصل لك كده، ليه مش عارف تتعامل مع الشخص الفلاني، ليه مش عارف اتعامل حتى مع نفسي. مجرد ما تقولي ليه، مجرد ما يتفتح ليكي بوابات
يمكن توصلك للإحساس اللي انت نفسك تحسيه طول عمرك، يمكن توصلك انك تحط ايدك على اول طريق يبين نجاحك او يظهرك او يخليك افضل نسخة منك. خلينا نركز شوية على الأقل الفترة دي مع نفسنا، خلينا نشوف ليه احنا بنحس بكل الوجع اللي جوانا. خليك النهاردة تفكر ايه اللي هعمله لحياتي الأيام اللي جاية، ايه اللي هحس ان انا بطور منه. مش عايزة ابص على الناس اللي حواليا او المحيط اللي حواليا، خليني بس الفترة دي اركز مع نفسي، خليني في نفسي. اوعدكم انكم لو فكرتوا فيها صح، دورتوا على نفسكم شوية، يمكن هتحسنوا جزء كبير جدا من اللي جاي. مش يمكن، ده اكيد.